نزيه وكامل الاستقامة، وما عمر استغل منصبه باش يحصل على شي امتياز، بل على العكس تماما. كان مضياف وصدوق واجتماعي، لكنه كان كذلك حذر ويقظ للغاية بحكم العمل ديالو، كيف ما كيقول الضابط الوافي. وسهلات القاعدة الجوية ديال القنيطرة المأمورية ديال تمتين علاقات أمقران بالعديد من الشخصيات العسكرية والمدنية النافذة في البلاد، بفضل الإمكانات اللي كانت كتوفرها من قاعات اللعب والاستمتاع. لكنه احتفظ رغم ذلك بصداقته الوثيقة برفاقه القدامى في منطقة الريف، وعلى رأسهم كوموندو كويرا، بحيث تلقاو بجوج نفس التكوين في مراكش، وغينتقلوا من بعد لمدرسة تور الفرنسية اللي كانت مخصصة لضباط الصف، ثم مدرسة توليدو بإسبانيا، قبل ما يتخرجوا بجوج ضابطين من الأكاديمية الأمريكية. وتبعا لأحداث الصخيرات، فوض الحسن الثاني كامل صلاحياته العسكرية لحساب الجنرال أوفقير.